هديكي اداة تشخيص عشان تشخصي ابنك وتعرفي مشكلته فين، وعشان تقدري تحليها بشكل صحيح، او لو هي كبيرة تقدري تتوجهي للمتخصصين عشان يحلوها. انا امل ندى، اخصائية تربية خاصة، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. أداة التشخيص ده اسمها ايه؟ ده اسمه برنامج البورتاج. البرنامج ده بيقيس 5 مجالات للطفل، وكمان يديكي طرق وأنشطة عشان تحليها، ولو مشكلته كبيرة لازم تروحي هنا لأخصائي على طول. البرنامج اسمه برنامج البورتاج، وبيقيس 5 مجالات في النمو على طفلك. طيب ايه 5 مجالات النمو دول؟ عندي نمو حركي، ونمو اجتماعي، ونمو معرفي، ونمو لغة، ورعاية بالذات. 5 مجالات دول شاملين الطفل كله. من عمر قد ايه؟ تقدري من عمر سنة لحد 9 سنين. تقدري تشخصي ابنك انت في البيت، تقدري تعرفي هو نقاط قوته ايه ونقاط الضعف بتاعته ايه، عشان تحلي المشكلة بشكل صحيح وتتوجهي للأخصائي المناسب له. تقدري تشخصي ابنك ازاي؟ هتعرفي سنه الاول، يعني لو هو عنده 3 سنين تنزلي سنة عن عمره، تشوفي عند اول سنتين وتبداي تعلمي على الحاجات اللي بيعرف يعملها وبتجاوبي صح او غلط في البداية. انا مش بطالب منك اللي انت تعملي زي الاخصائي، انت بس تعملي صح او غلط او بنسبة. هو مثلا النسبة دي البند ده بيعمل بنسبة 50%، يبقى البند ده لسه ما اكتملش، فتقدري تعملي للأنشطة وتشوفي كروت الأنشطة بتاعته وتقدري تعمليها في البيت. لو المشكلة كبيرة لازم تروح عند أخصائي متخصص، عشان بيبقى فيه طرق تانية ومداخل انت ما بتعرفيش تعمليها. ادي العيش بخبازه. لو المشكلة صغيرة هتقدري انت تحليها، بس لو المشكلة كبيرة لازم تروحي عند أخصائي متخصص. فهتبداي انت تشوفي لو هو عنده 3 سنين تنزلي سنة عند عمر سنتين، وتبداي تعلمي في كل مجال وتشوفي ايه الحاجات الكويسة فيه. ولو حصل 5 حاجات ورا بعض غلط ما بيعرفش يعملهم، يبقى هنا كده عندي مشكلة ولازم تتوجهي لأخصائي على طول، مفيش كلام. وهتقدري من الحاجات دي تروحي لأخصائي تنمية مهارات او أخصائي لغة اللي هو أخصائي تخاطب. طيب هتلاقيه فين؟ هسيبهولك ما تقلقيش. اول ما تلاقي البرنامج هتقرأيه وتعلمي على كل مجال. هتنقصي سنة من عمر ابنك، يعني لو هو عنده 4 سنين هتروحي عند 3 سنين، لو هو عنده 5 سنين هتنزلي عند 4 سنين، وهكذا، وتبداي تعلمي. طيب في نقطة، لو ابنك 5 سنين ونزلتي عند 4 سنين وهتلاقيتي 5 حاجات غلط معمولة، طيب هتعملي ايه؟ هتنزلي عند عمر 3 سنين. طيب نقطة التصحيح بتاعتك ايه؟ ان يبقى فيه 5 حاجات صح معمولة، يبقى انت هنا واقفة، يبقى ده عمره. يعني لو هو ابنك 5 سنين ونزلتي عند 4 سنين ولقيتي 5 حاجات غلط، كل اللي في 4 سنين هو مش عارفهم، فنزلتي ل3 سنين وفضلتي تمشي واحدة صح واحدة غلط، واحدة صح واحدة غلط، ده كده ما ينفعش. انزلي عند عمر سنتين، لو هو جاب 5 في عمر سنتين صح، هتبقي عارفة مثلا ان هو في نص مثلا عند 2.5 سنين جاب 5 حاجات معمولة صح، يبقى تلاقي ابنك عنده عمر 2.5 سنين هو عنده 5 سنين، يبقى مهاراته بعيدة جدا. لازم هنا تدخل دلوقتي حالا عند اخصائي متخصص. لو ابنك عنده 6 سنين ونزلتي عند 5 سنين ولقيتيه في الاول عامل 5 صح ورا بعض، بعد كده واحده صح واحده غلط، واحده صح واحده غلط، واحده صح واثنين غلط، يبقى هنا انت بتجمعي الصح وخلاص، انت عرفتي ان هو عامله بنسبه 100%، والغلط ده بتجمعيه وتشوفي للانشطه بتاعته بتتكلم عن ايه، وكروت الانشطه بتاعته بتقول ايه، وازاي تقدري تعمليه عشان تتجنبي ويبقى كله صح. وبعد ما تخلصي الانشطه دي خلال 3 شهور تانيين تبداي تعملي البرنامج تاني لحد ما يجيب كله صح ويبقى الاختبار بيناسب عمره. يبقى تاني هتنزلي عن عمره سنة، واول 5 صح يبقى هو كده خلاص. لو عمل واحده صح واحده غلط، واحده صح واحده غلط، ما ينفعش، هتجمعي الصح لوحدهم، هو خلاص عرفهم، والغلط عشان تقدري تصححيه. ولو طلع عندك 5 غلط ورا بعض، يبقى انت هنا لازم تروحي لاخصائي متخصص. طب لو ابنك تمام في عمل واحده صح واحده غلط في عمر، لو هو عنده 5 سنين ونزلتي عند عمر 4 سنين عمل واحده صح واحده غلط، واحده صح واحده غلط، هتنزلي عند عمر 3 سنين لحد ما يوصل ل5 صح ورا بعض، عشان تعرفي عمره الحقيقي قد ايه. في المهاره دي تلاحظي ان ابنك شاطر في مهاره ومهاره تانية لا. ميزه البرنامج ده اللي هيقولك عمر ابنك في كل مهاره، يبقى انت هتعرفي من خلال نقاط قوه ابنك ونقاط ضعفه ايه، عشان تقدري تحليها بشكل متخصص وتتوجهي صح للاخصائي. هعيدها تاني هعيدها تاني هعيدها تاني، لو في 5 غلط ورا بعض لازم تتوجهي للاخصائي، عشان هو بيبقى دارس ويدي العيش لخبازه.